سلام. هذه الحلقة الثانية من قصة المعتمد معبد ملك إشبيلية. كيف ما طرقت ليه في الحلقة الفايتة كيفاش المعتمد تلقى بحب حياته الاعتماد الرومانكية وتزوج بها، كانت بيناتهم قصص كثيرة. هادشي العظيم الحب اللي جمع بين المعتمد ومراته. من بين هاد القصص مثلا كاين قصة عيد الأضحى. في مرة قالت اعتماد لراجلها العيالات في قرطبة كيدوزوا العيد في مراعي وسط البادية، ما كرهتش نعيش داك الجو. المعتمد جاب العمال ديالو وامرهم يزرعوا قدام القصر حقول كبيره بالتراب والطين ويجيبوا الغنم والنعاج باش تبان الاعتماد بحال شي بديه حقيقيه. وفعلا دوز الاعتماد العيد وسطها. والقصه الثانيه كانت سميتها قصص الطين، فين كانت الرومانكيه كتشوف في الجو وهي تقول للمعتمد نفسي نحط رجلي في الطين. المعتمد جاب عاوتاني الخدامه ديالو وخلاهم يصاوبوا طين معطر، خلطوه بالمسك والورد ومشات فيه اعتماد حفيانه. وفي مرة عاوتاني اعتماد شافت منظر الثلج في بلاد الروم عجبها وتمناتو لو كان في إشبيلية. المعتمد عاوتاني بغى يحقق لها أمنيتها بشي طريقة وجاب أشجار اللوز وغرسها في الجبل وعلى ضيفه في الوادي، وملي أزهرت ببروزها البيضاء ولا المشهد يبان بحال شي ثلج كيغطي الأرض. اعتماد شافت المنظر وقالت ليه بالفعال هكذا يكون الثلج. كانوا هاتو من أجمل القصص اللي كتبين دلال الرومانكية عند المعتمد وكيفاش كان كيحاول يرضيها بأي طريقة. وسط هاد اللحظات ديال الحب والدلال كانت الساحة السياسية في الأندلس كتغلي. ممالك الطوائف كانت مقسمة وضعيفة، والتحالفات المسيحية بقيادة ملك قشتالة في الشمال كانوا كيتوقوا ويتحركوا ويقضوا على الممالك. ملك إشبيلية معتمد معبد كباقي ملوك الطوائف كان من اللازم عليهم يلقاو طريقة للدفاع على وجودهم. التاريخ ما كيتسامحش مع اللي ينعزل في قصور الغزل والحب، والخطر كان كيقرب اكثر فاكثر. فكيفاش دافعوا ملوك الطوائف على الاندلس وكيفاش هزموا التحالف المسيحي بقياده الملك الفونسو السادس، وهذا هو اللي غيكون موضوع الحلقه الجايه.